في تخصصات عم بيقبل عليها خريجي الثانوية العامة، هي لساتها بتدرس أكيد بالجامعات ومع هيك ما إلها سوق عمل حاليا. على مين الدور؟ يعني حقيقة أخت شيرين، يعني الدور يتحمل أكثر من طرف وأكثر من جهة. بداية المواطن الأردني نفسه اللي يختار التخصص يجب أن يختار وهو يعلم ماذا يختار. يجب أن يختار بعد أن يطلع على سوق العرض والطلب، بعد أن يطلع على السوق ماذا يحتاج، خاصة أن هناك دراسات تبين التخصصات المطلوبة والغير مطلوبة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني على التعليم العالي. حقيقة مجلس التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي بأنها لا توجد إلا التخصصات المطلوبة، وتغلق بعض التخصصات اللي ليس لها طلب في سوق العمل الأردني، لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. ولذلك دولة رئيس الوزراء تكرم مشكورا بتشكيل اللجنة الوطنية للتشغيل التي تنظر في سوق العمل وتعمل دراسة وما هو مطلوب وما هو غير مطلوب، برئاسة معالي وزير العمل والجهات المعنية جميعا بعد ذلك، سواء كان ديوان الخدمة المدنية، وزارة التعليم العالي، كل الجهات اللي لها مؤسسات التعليم العالي المختلفة، رؤساء الجامعات المختلفة اللي يكون لها علاقة في تحديد متطلبات سوق العمل. هذه اللجنة اللي أنا أعتقد خلال الأيام القادمة ستلتقي اللقاء الأول لتنظر في حاجة السوق، والنظر بأن تكون مخرجات التعليم العالي تواكب أو تخرج ما يحتاجه سوق العمل الأردني. لكن في الدرجة الأولى المواطن الأردني أولا وأخيرا، ثم مؤسسات التعليم العالي التي يجب أن يكون في دراسة باستمرار لهذه المؤسسات، ما هي التخصصات المطلوبة يطلبها السوق العمل الأردني وسوق العمل الخاص أو الحكومي، أو حتى سوق العمل المجاور دول العربية الشقيقة، أن تؤهل وتخرج ما هو مطلوب في هذا السوق. لو بنظرة سريعة على ما هي التخصصات الأكثر طلبا أو الأكثر بيتم تعيينها سنويا من قبل ديوان الخدمة المدنية، نحكي عن التخصصات المطلوبة بشكل سريع وتخصصات مثلا غير المطلوبة. نعم، يعني أختي شيرين، هذا الأمر تختلف من دائرة إلى أخرى. ما في شك أن جل التعيينات التي كانت تتم هي لوزارة التربية والتعليم في الدرجة الأولى، ثم وزارة الصحة. وزارة التربية والتعليم نظرا لمتطلبات وحاجة الوزارة لسد النقص في خلينا نقول المدرسين في مدارس الوزارة في المملكة المنتشرة عبر في المملكة جميعا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. هذه التخصصات حسب خلينا نقول النقص التي تكون أو في هذه الوزارة. لكن أنا بدي أعطي مثال. يعني كان في يوم من الأيام اللغة الإنجليزية عليها طلب، لكن بعد ذلك أصبحت من التخصصات بجوز المشبعة للأعداد الكبيرة الهائلة ذكور وإناث من خريجين اللغة الإنجليزية. تصوري كانت الشريعة الإسلامية للذكور كانت راكدة ومشبعة. الآن من التخصصات إيش المطلوبة؟ ليه؟ لأنه ما في جامعات خاصة فيها كلية شريعة، ما في إلا جامعة خاصة واحدة، والجامعة الحكومية 2 أو 3 أو 4 تخرج. وهذا التخصص مطلوب للأوقاف، مطلوب للتربية، مطلوب للقوات المسلحة، مطلوب للإفتاء، مطلوب أكثر من جهة تطلب هذا التخصص والأوقاف. وبالتالي يعني التخصصات هذه متحركة. يعني الجغرافيا والتاريخ كذلك ذكور من التخصصات اللي قد تكون مطلوبة. الفيزياء تخصصات، ما بينما الأحياء والكيمياء من التخصصات اللي قد تكون مشبعة. يعني التخصصات تختلف من دائرة إلى أخرى، لكن في الغالب المهن التعليمية كلها تخصصات إما مشبعة أو راكدة. معلم صف، معلم مجال، تربية ابتدائية، يعني تجد التخصص الواحد فيه لغة إنجليزية، ومعلم صف لغة إنجليزية، ومعلم مجال لغة إنجليزية. هذا العدد الهائل في الخريجين يجعل هذه التخصصات راكدة وغير مطلوبة. لكل أصحاب التخصصات الراكدة مثلا أو المشبعة، ما هي خطة عمل الديوان الخدمة لمساعدتهم؟ عم نحكي مثلا عن أشخاص قدموا لهم فترة مثلا ولهلأ ما إجا دورهم،
إيش هي الحلول المطروحة حاليا؟ يعني بداية احنا قلنا يعني ثقافة المجتمع ولهؤلاء المتقدمين أن الوظيفة الحكومية لم تعد هي الباب الوحيد وهي الوظيفة الوحيدة المطروقة. ديوان الخدمة المدنية لجأ للتخفيف من البطالة وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المتقدمين عبر مثل ما قلت الشركات تسويق الكفاءة الأردنية، هذا واحد، والملحقين العماليين في خارج المملكة ثانيا. في هنالك نوافذ، عملنا نوافذ في ديوان الخدمة المدنية. هذه النوافذ النافذة الأولى نافذة صندوق التنمية والتشغيل. هذا الصندوق له نافذة عندنا في ديوان الخدمة المدنية وله مندوب، بحيث إذا في متقدم طالب وظيفة لديوان الخدمة المدنية لديه مشروع متواضع وذو جدوى اقتصادية ناجحة، يقدم هذه الجدوى إلى الصندوق الذي يقوم بدراسة هذا المشروع وجدوى الاقتصادية، فإذا ما أثبت واقتنع بذلك يقوم بتمويل هذا المشروع بحيث يوجد فرصة عمل للمتقدم، وقد يكون أكثر من فرصة عمل. إذن صندوق التنمية والتشغيل واحد. في نافذة ستكون لوزارة العمل، هذه الوزارة اللي لها مديريات عمل منتشرة في جميع محافظات المملكة، وهنالك فرص عمل في مديرية العمل كثيرة بالمئات. سيتم بحيث يكون هنالك مندوب لوزارة العمل يتم عرض هذه الفرص الموجودة لطالبي العمل. فكثير من المتقدمين قد يعمل في أي عمل يراه مناسبا حتى تأتيه الوظيفة الحكومية. الأمر الثالث مثال، عندنا جمعية الأسر التنموية، هذه جمعية ترأسها سيدة كريمة، تقوم هذه الجمعية خلينا نقول إعادة تأهيل الفتيات، خاصة الفتيات المتقدمات إلى ديوان الخدمة المدنية، وخاصة من يحملن الدبلوم، تقوم بطلب هؤلاء الفتيات وعقد دورات تأهيلية لهم، وقبل أن يتخرج هذه الفتيات يكون فرص العمل قد تأملت لهم على الأقل 250 دينار كما أفادت السيدة رئيسة الجمعية. فالنافذة موجودة ولها مندوب، يستطيع الفتاة متقدمة الطلب أن تراجع الديوان وتحصل على. هل نحن في طور مثلا بوجود أكثر من هيك جمعيات، زيادة عدد هاي الجمعيات اللي ممكن تعيد تأهيل المتخرجين نحكي أو المتقدمين لديوان الخدمة المدنية؟ يعني احنا بداية هذه الجمعية واحدة، يعني هل في طور واحدة، لكن هذه الجمعية منتشرة الآن في أكثر من جهة. في وزارة العمل تعرض الفرص العمل، في عندك صندوق التنمية والتشغيل، في عندنا القطاع الخاص سواء كان المدارس الخاصة الجامعات. حقيقة يعني وزارة العمل مشكورة، لا تقوم بإعطاء تصريح العمل في الجامعات أو في المدارس الخاصة أو في أي شركة خاصة لأي عامل أجنبي مهما كان تخصصه إلا بعد أن تأخذ رأي ديوان الخدمة المدنية، هل هذا التخصص موجود في الديوان ولا لا. فإذا كان موجود في الديوان، في مخزون الديوان هذا التخصص، نقوم بإعلام الوزارة بأنه تستطيع هذه الشركة أو هذه الجامعة أو هذه المدرسة أن تستفيد من مخزون ديوان الخدمة المدنية، ونرفق لهم قائمة مع أرقام الهواتف لهؤلاء المتقدمين يستطيعوا أن يتصلوا بهم ويعمل امتحان لهم ويأخذوا المناسب من مخزون الديوان الخدمة المدنية. بالعودة إلى التعاون اللي عم بصير بين ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، هل هو في طور أنه يصبح أكثر من تعاون في المستقبل؟ يعني هل في طور أنه برضه تنفرض أنه ديوان الخدمة المدنية كتعيينات بالقطاع الخاص أيضا؟ نعم، هو الفرض حقيقة التعيينات التي تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية فقط هو للمؤسسات التي تخضع إلى نظام الخدمة المدنية، لكن التواصل مع هذه الشركات ومؤسسات المجتمع المدني يتم. لنا رجاء ولنا أمل أن تكون المؤسسات والشركات الخاصة أن تسهم في حل البطالة من خلال مخزون هذا الديوان. فإذا كانت تبحث عن الكفاءة موجود، فنحن نوفر على هذه الشركات الإعلان في الصحف، نفتح مخزون الديوان أمام هذه الشركات والمؤسسات لتأخذ ما تحتاجه من موظفين من خلال هذا المخزون. والمخزون لما نقول في عندنا 277 ألف طلب، ففيه تخصصات
مختلفة. فبالتالي تستطيع هذه الشركات وهذه الجامعات وهذه المؤسسات أن تستفيد من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتساهم ويكون لها دور في التخفيف من البطالة من خلال الإسهام في خلينا نقول تسويق هالمخزون وعلى الدور والكفاءة الموجودة. احنا ما بنقول خذوا على الدور بس، لكن إذا كان بالإمكان تأخذوا على الدور على شرط أن يكون الكفاءة كذلك والتميز متوفر بعمل امتحان بعمل مقابلة التي تحتاجه هذه الشركة. ما هي الأمور التي تعوق عمل ديوان الخدمة المدنية؟ يعني احنا حقيقة هناك أمال وطموح. الإعاقات في هناك خلينا نقول يعني لا يوجد إعاقات بقدر ما هي إعاقات، لكن هنالك طموحات بأن تستكمل الأنظمة الموجودة لدينا. يعني في عندي الآن تقديم امتحانات مثلا للمتقدمين للوظيفة الحكومية، بحيث كل شاغر يجب أن يرشح له مثلا 6 أو 5 أشخاص. فلما يكون عندي أنا 7000 وظيفة يجب أن يعقد لها امتحان، تتحدث يجب أن يتقدم للامتحان 42,000 متقدم. كان في عندنا مشكلة، قدمنا عروض للجامعات الحكومية بحيث نستخدم القاعات والبنى التحتية الموجودة من أجهزة لتقديم هذه الامتحانات. طلب مبلغ على كل واحد، فإذا طلب 10 دنانير على كل متقدم وتقولي عندي أنا مثلا هالعدد اللي قلنا 42,000 420,000 دينار، 42,000 متقدم بها، بدنا 420,000 مثلا. فاحنا الآن عمالنا في ديوان الخدمة المدنية نقوم بتجهيز قاعات. هذه القاعات توفر علينا الجهد والمال اللي يتمكن. هذه المبالغ اللي ذكرناها بتتحملها ديوان الخدمة المدنية؟ لا، يتحملها الجهة التي طالبة الشواغر. بس للآن احنا ما دفعنا. احنا الآن نتكلم كان في السابق يعقدوها مجاني، الآن طلبت الجامعات مبالغ جديدة وتم التفاوض مع الجامعات وتم تنزيل هذا المبلغ، لكن بتجهيز القاعات في ديوان الخدمة المدنية ستوفر علينا المبالغ بحيث هذه القاعات تتسع إلى 500 ممتحن. فسنزودها بأجهزة الحاسوب المطلوبة وكل المطلوب بحيث يتم عقد الامتحان داخل هذه القاعات وتوفر علينا الجهد والمال على المؤسسات وعلى ديوان الخدمة المدنية. في ظل التخصصات المشبعة والطلبات المكدسة، رسالة بنحب توجهها، يعني نحكي من ديوان الخدمة المدنية لطلابنا عبر قناة نور مينا. نعم، شكرا. يعني أخت شيرين، أنا أتمنى على كل طالب أو كل من ينوي الدراسة سواء كان في الجامعة أو المعهد قبل أن يختار التخصص المطلوب أن ينظر إلى الدراسة التي تكون على موقع ديوان الخدمة المدنية، وينظر إلى سوق العمل الأردني، ينظر إلى العرض والطلب، ما هي التخصصات المطلوبة، وبالتالي يقدم إذا كان يبحث عن فرصة عمل سواء كان هذه في قطاع عام أو قطاع خاص أو خارجي، وبالتالي لا يقدم إلا على التخصص المطلوب الذي يوفر له فرصة عمل قادمة، ولا يختار التخصص جزافا أو لأنه شاف ابن جيرانهم أو أخوه اختار هذا التخصص يجي يختاره، بل يختاره بناء على سوق عمل وعرض وطلب. دكتور خلف الهمسات، رئيس ديوان الخدمة المدنية، شكرا كثير لك، نورتنا بهذا الصباح. شكرا يا آنسة شيرين لك ولقناة نور مينا وللمشاهدين الكرام على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام بهموم المواطنين وبقضية تمس حياتهم اليومية. شكرا.